كلام كتير عن الاهلي بعد تعادله امبارح قدام الوداد المغربي 1-1 وحصده للقب ال11 افريقيا. الاهلي بيحقق ارقام وبيعمل ارقام صعب على اي فرقه بعد كده توصل للاهلي او تعادل ارقام الاهلي، مش تعديه بس، تعادله بس. ده الفرق بينك وبين اقرب منافسينك دلوقتي 6 بطولات. يعني اقرب منافس ليك الزمالك عنده 5 دوري ابطال افريقيا، انت عندك دلوقتي 11. تمام. وجمهور الاهلي بيطالب بال 12 اللي لسه هتبتدي السنه الجايه. جمهور طماع جدا، احنا جمهور جعان بطولات، بنعشق البطولات. ما نعرفش حاجه غير البطولات، ما عندناش في عقليه ان احنا نسمح لفرقتنا ان هي تخسر بطوله، حتى لو بطوله وديه فاحنا عايزينها. بس في البدايه كده، اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد، وظبطوني وروقوا عليا لايكات كده. وبسم الله الرحمن الرحيم. وفي البدايه كلنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معانا الاهلي دلوقتي شارك في افريقيا 2020، 2021، 2022، تمام، 2023، وهيشارك 2024، تمام، وهيشارك 2025 اللي هي خلاص النسخة اللي هي البطولة هتتغير فيها، فهيشارك في 2025. فكده 6 مرات الأهلي هيشارك في 6 مرات كاس، 6 نسخ كاس عالم متتالية من 2020 ل 2025. تمام. ما اعتقدش ان في نادي عمل كده قبل، يعني نادي في اي حته عمل كده قبل كده 6 مرات متتاليه مشاركه في كاس عالم. رقم كبير قوي للنادي الاهلي. الواحد فخور ان هو اهلاوي. ف ما اعتقدش ان في فرقه وصلت 6 مرات متتاليه كاس عالم. الاهلي عملها اهوت، وهنشوفه السنه الجايه في كاس العالم ان شاء الله. ومعاك السيتي، ومعاك اتحاد جده، ومعاك فرق كتير. تمام. لسه مش عارف بالظبط الفرق، بس عارف ان اتحاد جده والسيتي موجودين. فان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق ونحقق مركز افضل من اللي حققناه قبل كده في كاس العالم ان شاء الله. ناخد مركز تاني. احنا اكبر حاجه حققناها البرونزيه كذا مره، فان شاء الله نحقق مركز تاني باذن الله البطوله الجايه. تمام. ده كان موضوع معانا موضوع تاني. آه، البطوله الاخيره ديت للاهلي بالنسبه لنا من اغرب البطولات للاهلي، ومن امتعها. يعني من اغرب البطولات لامتعها. هتقول لي ازاي؟ اقول لك انت في البطوله داخل مش احسن حاجه. مش احسن حاجه، انت داخل البطوله وانت مش احسن حاجه. يحصل في دور المجموعات تعثرات كتير. خلاص كلنا بنقول الاهلي فيه احتمال كبير يبقى بره. الهلال وصن داونز لازم الهلال يكسب. لو الهلال كسب الاهلي بره، والماتش على ملعب الهلال، والنتيجه تبقى ماشيه تعادل، ضربه جزاء للهلال يجيبها الاهلي بره البطوله خلاص. تضيع الاهلي يبقى في البطوله. بصوا بقى ازاي. فسبحان الله، تضيع اطهر الطاهر يضيعها، ويليامز يصدها حارس صن داونز. الاهلي في البطوله. ليكتسح الاهلي الاخضر واليابس بعد كده. خلاص الاهلي بيتحول في الادوار الاقصائيه لوحش. خلاص مفيش، هي ما فيهاش خلاص. بتقابل الرجاء بتكسبه 2-0 هنا، بتتعادل معاه هناك. بتقابل الترجي بتكسبه على ملعبه 3 وتيجي تغلبه هنا 1. فمفيش خلاص، انت خلاص الموضوع بالنسبه لك خلاص بقى. انت كده تقابل الوداد تكسبه هنا 2-1، تتعادل مع 1-1 تاخد البطوله. بطوله ممتعه جدا. ان انا خدتها من الوداد خصوصا، يعني ان انا خدت البطوله دي من الوداد في قلب كازابلانكا. فممتعه جدا ليا كمشجع اهلاوي. ممتعه جدا جدا ليا. اتمنى السنه الجايه يبقى النهائي الاهلي وصن داونز، وناخدها من صن داونز باذن الله. تبقى بطوله ممتعه برضو ليا. فالبطوله اجواءها كلها ممتعه. تمام. الاهلي بيحصل على 4 مليون دولار جايزه البطوله، 4 مليون دولار. فالاهلي خد 4 مليون دولار خلاص. في بقى حاجه عايز اتكلم عليها. المشجع الزملكاوي فاكرينه اللي جه قبل الماتش من المانيا للمطار في المغرب، وقف قدام المطار يكايد في لعيبه الاهلي وبطريقه غريبه، وقعد يقول وداد ومترجي ومش مترجي ومش عارف ايه. حظه الاسود ان هو قابل لعيبه الاهلي امبارح في المطار. امبارح حظه الاسود ان هو قابل لعيبه الاهلي في المطار. هم بيحتفلوا بالكاس بس هم كلحوا عليه، وحقهم. انا مش مغلطهم خالص، واللي يغلطهم يبقى بقى دماغه مش طبيعيه. يعني هو الراجل ده كلح عليهم، هم رايحين وهم سكتوا محدش رد عليهم. هم كانوا بيبصوا بيضحكوا، اللي هو انا لو مكانهم هعمل كده.
اي حد لو مكانهم يعمل كده. تمام، فهم جايين بالكاس، غنوا رقصوا، هو بقى يعمل حاجات غريبه يعني. فضل يقول لك انا اللاعب دوت كان بيشاور على مصطفى شوبير، وبيقولوا ان هو شتمه ومش عارف ايه، وانا عايز حقي ومش عارف. طب ده اسمه ايه؟ طب مصطفى شوبير الاسم بتاعه مكتوب شوبير على تمام. قال لك ابن احمد شوبير يعني. بيقول لك انا عايز بيانات ابن احمد شوبير، اسم ابن احمد شوبير، يعني انت عارف احمد شوبير ومش عارف. فالكلام مش واقعي، الكلام مش متركب على بعضه، تحس ان هو يعني كلام مش واقعي ومش صح. تمام، هو ما اتشتمش ولا اي حاجه، هو بس من جواه بقى مغلول، في غل من جواه، بس اللي هو انا كنت رايح اعمل كذا 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 وحصل فيا العكس. تخيلوا معايا كده، كان الاهلي لا قدر الله خسر البطوله، شوف الراجل ده كان هيتعمل معاه ايه، وشوف الافلام اللي كانت هتطلع والصفحات ومش عارف ايه. الحمد لله ان الاهلي كسب البطوله، عشان كان في زيطه هتحصل على الموضوع دوت. ولعيبه الاهلي عملوا له زفه، والله زفوه، هم زفوه حرفيا، فاهمني؟ وهو بصراحه يستاهل ان هو يتزف الزفه دي. اللي بعده، كولر من ساعه ما دخل النادي الاهلي ما خسرش بطوله، ما شاء الله يعني. نمسك الخشب، كولر من ساعه ما دخل النادي الاهلي ما خسرش بطوله. لعب كاس مصر، نهائي كاس مصر خده، لعب اتنين سوبر، واحد قدام الزمالك واحد قدام بيراميدز خدهم، افريقيا خدها. البطوله الوحيده اللي كولر خسرها وخرج منها وهي كاس العالم، وانت ما تقدرش تلوم عليه. كولر قدامه ان ممكن يعمل ارقام متهيألي تبقى احسن رقم لمدرب اجنبي دخل الاهلي اعتقد. لو خد الدوري السنه دي، السوبر الافريقي، اعتقد في الوقت الوجيز ده، الوقت الصغير ده، البطولات دي كلها، اعتقد ان مفيش مدرب اجنبي دخل الاهلي وعمل كده، اعتقد ان لم تخن الذاكره، بس اعتقد ان هو لو خد جمع البطولتين دول مع البطولات اللي هو خدها في الوقت دوت، اعتقد ان مفيش مدرب دخل الاهلي عمل كده. الله اعلم برضه، انا مش الذاكره مش تمام معايا قوي، بس اعتقد كده. تمام. نيجي بقى لحته تطور اللعبه مع كولر. في لعبه كتير احنا انتقدناها الفتره اللي فاتت، انت وانا والناس وكله كنا شايفين ان بيرسي تاو ده خلاص يمشي، مش قد الاهلي. كنا شايفين هاني لاعب ناشئ مش عايز يتطور. كنا شايفين حسين الشحات مستواه في النازل. لعيبه كتير، لعيبه كتير 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 في الاهلي. انا بقول لك اللي انا بيجي على بالي. كله كان بيقول خلاص الموضوع منهي، اللعيبه دي بره النادي الاهلي. الراجل جه عمل منهم نسخه مرعبه. اتفرج على محمد هاني دلوقتي، لا لا غنى عن محمد هاني. انا واحد من الناس بقول لو اكرم توفيق ربنا يرجعه بالسلامه ما يلعبش باك رايت، يوجد له مكان في نص الملعب، لكن ما يلعبش باك رايت على محمد هاني. ده رايي دلوقتي في الوقت الحالي بمستوى محمد هاني ده. تعال بص، تعال بص على حسين الشحات، حدث ولا حرج. حاجه كده. بيرسي تاو اللي كنا خلاص بنقول جايبين لاعب بيتصاب، كل ما بنحتاجه بيتصاب، كل ما بنحتاجه بيتصاب بس. ولما بينزل بيضيع حاجات غريبه. لا، هو من العوامل الاساسيه في الفوز الاهلي بال11. بيرسي تاو من العوامل الاساسيه في فوز الاهلي بال11. كان في ماتش انت بتبقى واقع فيها هو كان بيبقى فايق. تمام، فلازم كولر بجد حاجه يعني كبيره جدا. مدرب انا شايف ان لما يتوفر له كمان الصفقات اللي هو عايزها، هيقدم لك نسخه مرعبه اكتر من دلوقتي للاهلي باذن الله. ايه تاني؟ في لقطه حصلت امبارح ما خدناش بالها، يعني في ناس كتير ما خدتش بالها منها. لقطه الشناوي مع شوبير. شوبير كان بره القايمه، فكان مش هيطلع على المنصه يستلم ميداليه وكده، كان هيستلمها في اوضه اللبس. الشناوي اصر ان هو يناديله ويديله الميداليه قدام الناس كلها. تمام. دي الروح اللي بين لعيبه الاهلي، دي الروح اللي بتجيب البطولات، يعني هي دي الروح والاخلاق والادب اللي بيجيب البطولات. بص لقطه شناوي مع شوبير، هتعرف الاهلي ليه بياخد بطوله. اللعيبه فيه سلكان مع بعضيهم، اللعيبه سالكه مع بعض، الدنيا ماشيه. فده اللي بيجيب البطولات. اخر حاجه معانا النهارده، وهو الناس اللي كانت بتقول كابتن محمود الخطيب هرب من الاستاد عشان كان عارف ان الوداد كده كده هياخد البطوله. كابتن محمود الخطيب كان موجود. تمام، وكان بيصلي ركعتين شكر لله بعد ما الاهلي توج بالبطوله. تمام. القصه الناس قالت كده عشان شافوا حسام غالي. يا جدعان، ده يفهمك منظومه الاهلي ماشيه ازاي. في حاجه اسمها نظام وسيستم، نظام وسيستم محدش ينفع يخرج براه. حسام غالي رئيس البعثه يبقى هو اللي هينزل على المنصه ويسلم اللعيبه ميداليات. كابتن محمود الخطيب مش هينزل. ممكن في مكان تاني تلاقي رئيس النادي ينزل ويقول لهم البطوله دي بتاعتي وانا اللي جايب. ممكن كابتن محمود الخطيب يقول لك انا اللي جايب المدرب، انا اللي عملت الفرقه. لا لا لا، هو الراجل في رئيس بعثه نزل سلم،
وانا قلت لكم قبل كده حسام غالي بيتجهز عشان يكون رئيس للنادي الاهلي في المستقبل. بس كده، ودي تبقى نهايه الحلقه. وبرضو ارجع واقول لكم الف مبروك لكل اخواتي الاهلاويه على البطوله ال11، وان شاء الله عقبال بطولات كتير.